فوز كبير لنادي الزمالك بيخرس الألسنة. وأنا كنت شايف إن لو بعد التغييرات الصحيحة أضافها جوميز الشوط الثاني كان هيبقى فوز تاريخي، مش فوز كبير وبس، لا ده كان هيبقى فوز تاريخي لنادي الزمالك ما اتعملش طول مشاركاته في أفريقيا، سواء على دوري الأبطال أو الكونفدرالية. ولكن برضه هنقول إن رجع منتصر، رجع رافع راسه لفوق، وجماهير الزمالك فرحانه ومبسوطه وما كانتش متخيله. وكانت في ناس والله لغايه امبارح لغايه النهارده الصبح بيكلموني وبيقولوا لي احنا خايفين ومش عارفين ننام ومش عارف ايه، يعني الحمد لله كنت بطمنهم. والنهارده يمكن هنتطرق بقى للمباراه فنيا، ان هو بدأ الى حد ما بنفس الكلام اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت مع كابتن احمد الطيب والاستاذ جمال العاصي، لان واحنا قاعدين انا قلت لازم يلعب 4-4-2، بغض النظر بقى عن مين يلعب ومين، بس لازم يلعب باتنين رصاد حربه. دي اول عوامل النجاح له، لعب باتنين رصاد حربه. وكان الجزيري وكان سامسون على قد وعلى قدر المسؤوليه. سامسون عمل جون عالمي، واحنا بنطالب دايما ان الراجل ده ما بيقعدش، وبيأكد وجهة نظري ان ده احسن فيرود جه في الفترة الاخيرة في البوكس بالنسبة للفراودة بتاعت نادي الزمالك او مهاجمين نادي الزمالك. النهارده الراجل بيأكد نظريتنا ان احنا بنفهم والناس التانية دي ما بتفهمش، اللي هي كانت يقول لك لا 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 ده تخين، لا لا لا، امال التاني بقى اللي جاي الراجل اصلا جاي يعني معاشات، تقولوا عليه ايه؟ اللي مش قادر يجري، اللي مش قادر ينط، اللي مش قادر يلف بالكوره. ده بيلف بالكوره، وده عنده المهاره، جسمه تقيل، بس محدش بيعرف ياخد منه الكوره، بس فكره اعلى من الناس دي. بس الجون اللي جابه النهارده يدل ان هو ده لعيب عبقري. وانا لو من اي مدرب امسك له اعمل له برنامج مش بدني، اعمل له برنامج لياقه ومرونه ورشاقه اللي هي هتخليه تجيب له بعد كده البدني القوي، اللي هو لان الراجل ده صاحب مهاره عاليه. المهم فبدأ بالاثنين رصاد حربة، ثم بعد كده أربعة. أنا اتفاجئت، أنا قلت زيزو المرة اللي فاتت والناحية التانية يبقى نضاي، أنا النهاردة اتفاجئت بمصطفى شلبي. فعايز أتكلم على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي النهاردة من نجوم المباراة، جايب جون وعامل جون، صح؟ أنا من وجهة نظري نجم المباراة. مصطفى شلبي يتألق ليه؟ لأن الماتش اللي فات اللي كان هنا وهو بيسخن جماهير نادي الزمالك المأجورة، أنا بقول لك أهو وعلى مسؤوليتي، في ناس بتدفع فلوس عشان توقع مصطفى شلبي، ناس من اللي ليها غرض إن توقع نادي الزمالك، إن مصطفى شلبي ده ما بقاش موجود عشان يقول لك إيه، نجيب بن شرقي ونجيب رمضان. والله ده الفترة دي يلعب على أتخن واحد فيهم، مع الاحترام لرمضان والبن شرقي، واخد بال حضرتك؟ فالراجل تألق ليه؟ لأن بعيد عن جماهير الزمالك، نزل سخن محدش شتمه، نزل يرقص يباصي يعمل جون محدش شتمه، جاب جون وقلع الفانيلا دي. وأنا بقول له خلي بالك، أنت كده بتعرف الناس إن أنت بتبقى مضغوط، فهم هييجوا برضو في الماتشات اللي عندنا على ملعبنا يا مصطفى وهيعملوا معاك القصة دي عشان تضغط تاني. لا، ولا تقلع فانيلا، انت جبت جون روح بوس حبايبك وبوس مدربينك ولاعيبتك واجري واعمل، بس ما تقلعش الفانيلا. ليه؟ لان الفانيلا دي هيعرفوا ان انت الكلام بيأثر فيك، فيقوم جايين ضاغطين عليك في اي ماتش بعد كده هنا في الاستاد. هتبص تلاقي انت بتخرج وغصب عنك بتخرج عن تركيزك في المباراة. وانا مش عارف يعني انت لما مثلا جمهورك يشتمك، او مثلا الجمهور ده مصلحته ايه؟ انت عايز اي لعيب يكسبك، ما احنا بنقول دونجا وبنقول مسلوس ما لعبوش، بس لما بيبقوا كويسين بنقول عليهم كويسين. فانت ده راجل بيلبس فانيلة الزمالك يا جماهير الزمالك المأجورة مش المحترمة، للجماهير المأجورة اللي هي بتروح تشتمه تحديدا، لان انا عارف القصة دي تماما. بتروح تشتم مصطفى شلبي بالاسم، وكان قبل كده معاه عمرو السيسي، فخلاص عمرو مشي، انتوا عايزين تمشوا الراجل ده عشان يجي مين احسن منه؟ مفيش حد احسن منه في التوقيت ده، مفيش حد احسن منه، لا رمضان هيجي لك ولا بن شرقي هيرجع لك تاني. فانت لازم تحافظ على اللعيب ده. ده بالنسبه لمصطفى شلبي. جينا بقى في نص الملعب، زياد كمال، ايه رايكم في زياد كمال؟ ومفروض ما يطلعش الا اذا لو فعلا الاصابه اللي هو اتصابها في اخر الشوط الاولاني
اثرت عليه فممكن ماشي، وينزل محمد شحاته اللي بنقول 100 مره ده ما يقعدش، ده يا رجاله ما يقعدش. انت شفت النهارده زياد كمال كان هو اللي بيضغط، ودونجا بيمسك يعمل فيها معلم، ده بيضغط والتاني طب فيها ايه بقى لما الاثنين زياد كمال ومحمد شحاته يلعبوا يلعبوا ويركبوه في الحته اللي هي الضغط، ثم ان كورتهم حلوه، كورتهم كره سلسه، كورتهم كمان بتكسب مساحات، كورتهم بتلعب السهل الممتنع، كورتهم بتوديك بسرعه للجون المنافس او الخصم. فانا ما اعرفش طبعا. كانت المفاجاه النهارده احمد فتوح النهارده لغايه ما خرج، لا لعيب واثق من امكانياته، لعيب سادد الحته دي حتى لو ما بيعملش الواجب الهجومي كما ينبغي، ولكن لعيب مؤثر بيقف في الحته دي بيسدها لك ما بيبقاش فيها اي خطوره. عمر جابر طبعا من نجوم المباراه، وانا يعني بقول دلوقتي هو ده عمر جابر، بقول دلوقتي دونجا، بقول المسلوسي. ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم، لان اصلا الصفقات اللي جت دي قلقت الثلاثه دول اللي كانوا بيلعبوا على طول قبل كده وعارفين ان هيلعبوا وعارفين ان الدنيا مش في ما حدش هيلعب عليهم وما فيش اصلا لعيبه والكلام ده. الصفقات اللي اتعملت دي برغم ان محمد شحاته ما بيلعبش بس بياخد من وقت للتاني، زياد اول ماتش يلعبه رسمي النهارده من اول مباراه، بس مقلق دونجا، فدونجا خايف على مكانه، فعشان كده بيموت نفسه لان عارف ان لما موتش نفسه اي حد من دولت لو ركب هو خلاص اتركن. نفس الكلام المسلوسي، نفس الكلام عمر جابر، نفس الكلام حسام عبد المجيد اللي فاق من يعني بقى له فتره كده فايق وبيلعب السهل واللي هو المطلوب منه واللي هو مكان يعني المطلوب منه في المكان ده، لا بيفتي ولا بيعمل زي الاول ولا بياخدها على الشمال ويعمل كده ولا بيعملها تاني على اليمين ويخش لجوه وبعد كده تتقطع منه وتروح. فكله دلوقتي مقلق على مكانه برغم ان الصفقات ما بيلعبش منها غير احمد حمدي على فترات، عبد الله السعيد على فترات، ناصر ماهر على فترات طبعا عشان افريقيا وعشان الدوري، وما شفناش ومهاب ياسر على فترات، وما شفناش لسه محمد عاطف. يعني اللعيبه دي موتيابا لما لعب طبعا كسر الدنيا الماتشين، وانا النهارده استغربت ازاي ما يبقاش هو التغييره الاولانيه مكان زيزو بعد المجهود اللي عمل زيزو ده في اخر ربع ساعه ولا اخر ثلث ساعه كنت لازم تريحه، واخد بالك. ناصر منسي كان لازم ينزل من البدايه، سامسون ما يخرجش، مصطفى شلبي ما يخرجش، واخد بالك. احمد حمدي ينزل اخر ربع ساعه ممكن مكان مثلا دونجا، وبعد كده تحط محمد شحاته وده قدامه وده، يعني حاجات كده كانت لو اتعملت كان الزمالك عمل فوز تاريخي. هو الفوز كبير وفوز مشرف وفوز يعني بصراحه ان ده اللي يدل على خوف لعيبه الزمالك، تركيزهم، اصرارهم، وان هم عايزين يرجعوا بنتيجه ايجابيه. ما حدش بقى يقول لي الفرقه ضعيفه، ده بطل فرقه في غانا. عارفين يعني ايه غانا؟ فرقه في غانا واخده كاس في غانا، يعني اذا فرقه محترمه. زي مازيمبي بطل الكونغو هم البطل في الدوري واخدين الدوري بتاعهم. زي مثلا سيمبا، زي طالما ان الفرقه دي خدت هو المستوى مش زي المستوى اللي احنا عارفينه. يعني انا اقول لك على حاجه، الزمالك ممكن في الدوري المصري اللي جاي يخسر، الاهلي في الدوري المصري اللي جاي ممكن يخسر ويتعادل. احنا عندنا الدوري اقوى في بعض الماتشات، اقوى من بعض الفرق اللي بتوصل، ولكن في فرق موجوده زي مثلا الترجي، زي سان داونز، الفرق دي ما تقدرش تغمض عينيك فيها، واخد بالك. ما تقدرش تغمض عينيك زي نهضه بركان اللي جاي ده للزمالك، او اللي هو كان اتحاد العاصمه اللي كان كسب الاهلي برضه. عشان بالمناسبه يعني ان الفرق دي ليها باع طويل ولها اسم ولها مكانه يعني. انما في فرق ضعيفه بس هي بتاخد الدوري بتاعت او الكاس بتاع البلد بتاعها، فعشان كده فرقه تحترم. بس انا بجد اهلي وزمالك بجد في البطولتين دولت اوصل النهائي، ماليش دعوه، اوصل النهائي واخد بالك، لانك انت امكانياتك اعلى من اي فرقه، الا لما يقابلك بقى صن داونز، يقابلك الوداد، يقابلك الترجي، يقابلك نهضه بركان، يقابلك الاتحاد العاصمه، يقابلك مش عارف النجم الساحلي، الصفاقسي، كل الكلام ده. انما غير كده الفرق الافريقيه انت المفروض تعلم عليها وانت حاطط رجل على رجل، لا سيمبا ولا ما عدا صن داونز في الفرق الافريقيه. انما بالنسبه للي هم البشره السمراء يعني، انما بالنسبه للترجي او الوداد او الرجاء او الفرق دي كلها
اعتقد ان انت لازم تعمل لهم مليون حساب. انما الفرق اللي هي حديثه العهد زي الفرق اللي هي دي دريمز والكلام دوت، ده برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تتغلب عليها بسهوله هنا وهناك يعني. فعلى العموم الحمد لله ان الراجل رجع لصوابه. لعب بطريقه 4-4-2 اللي هي كسبته النهارده. شفنا زياد كمال النهارده، انا بقول مكسب كبير لنادي الزمالك. بقول محمد شحاته لما نزل اضاف. بقول سامسون النهارده نجم المباراه الاول. بقول مصطفى شلبي من نجوم المباراه تاني واحد نجم المباراه. طبعا في المسلوسي ورا، وفي عمر جابر، وفي احمد فتوح، وفي حسام عبد المجيد، في محمد عواد النهارده اللي هو حاجه تفرح. اللي الناس كانت بتقول لك ايه، لا 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 ده مستواه واحنا عايزين هات جون تاني. بس عواد دوت هو رقم واحد في حراسه مرمى الزمالك. وبعد كده تدور على جون تاني، عشان طول ما في جون تاني وبيتمرن وبيشدد حيله بيعمل عمليه اللي هي المنافسه اللي هي مفروضه في كل الانديه وفي المنتخبات كمان. فعلى العموم النهارده 4-4-2 كسبت الراجل، 4-4-2 خلت الراجل بقى يستعيد توازنه، وان الناس بدات تحبه جماهير الزمالك والكلام ده، مع ان انا لسه عليا ليه عندي تحفظات كتيره. ولكن احنا بنقول ايه، مش مهم، المهم ان هو يتعلم من اخطائه. يعني احنا المره اللي فاتت في الحلقه مع الكابتن احمد الطيب والاستاذ جمال العاصي انا قلت 4-4-2 بغض النظر عن التشكيله اللي انا حاططها، بس كنت حاطط زياد كمال، وكنت حاطط نضاي، وكنت حاطط زيزو، وكنت حاطط ناصر منسي والجزيري، واخد بالك، وكنت حاطط عمر جابر ناحيه الليفت وناحيه الرايت. قلت يا المسلوسي، قلت المسلوسي يعني هي ده المسلوسي، ويلعب جوه في القلب كان الزناري. ولكن هو لعب بنفس الشكل، ولكن الاشخاص اللي هي بعض الاشخاص اللي هي اتغيرت. ولكن ده اللي هو كسبه تضييق المساحات، ان هو مقفل عشان ما يخش فيه جون، وفي نفس الوقت ان عنده لعيبه ممكن في اي وقت تخطف جون وتجيب جون. فانا بقول مبروك لجماهير الزمالك، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للعيبه اللي هي النهارده اثبتت ان هي رجاله، وان هي يعني على قدر المسؤوليه.